سائلة تقول: أنا فتاة فاتني قطار الزواج. وين عرفتي بلي فاتك قطار الزواج؟ وين عرفتي انت هذا القطار يحبس ولا ما يحبس؟ او بالك اليوم يجوا يخطبوك ان شاء الله. ما تقوليش فاتني قطار الزواج. ما دام راكي حيه ان شاء الله ما فاتكش قطار الزواج. راكي شتي 75 سنه وطلبت تتزوج وصابت لي يتزوج بها. انا فتاة فاتني قطار الزواج، وقد ذهبت الى الراقي فاخبرني ان جنا قد تلبسني، وأنه لا يخرج إلا إذا ذبحت له ديكا أسودا ورميته في البرواقية. أعوذ بالله. حوجي حوجي يا أولاد البرواقية، الله يجعل خير. وعلاه البرواقية هدية. وأخبرني أن الجن يريد أن يتزوجني. هاكي تزوجتي مالها؟ كي مزوجة وتقولي لنا فاتني قطار الزواج؟ يا هاكي تقولي الجن سكنك باش يتزوج بيك. لا، مبروك عليها وتزوج بك. فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. علماءنا قالوا باللي طبيعة الجن تختلف على طبيعة الإنس. الجن ما يتزوج بالإنسية، يسكنها، يتلبسها، يوهمها أنه يحبها ويغار عليها باش يأذيها. أما يتزوج بها ويدير دراري وهذه لا يصح هذا. وانا ما رانيش فاهم علاه لازم الديك هذا تذبحيه وترميه في البرواقيه. واش الخصائص على البرواقيه؟ ولا هذا راقي الدجال هذا؟ وهذا ماهوش راقي، دير مليح في بالك، هذا دجال او معول على سكان البرواقيه. يا وعسوا روحكم يا اصحاب البرواقيه. اذا صبتوا سردوك مدبوع في كاش مكانك وعرفتوا القصه، قضيه افير زواج وخلاص. الله يهديك. يا ميمونة شفتي رايك فيا عيب عليك. يا ميمونة ناخد فيا انا تزوجت بيك. يا ميمونة العقل والزين ربي يجيب.